بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم في قناتي أكلة هنية مع وصفات نانا. طبعا النهاردة هنعمل مع بعض الدبابيس بطريقة جميلة جدا مع البطاطس. هنعمل صينية دبابيس بالبطاطس بطريقة سهلة وبطريقة جميلة جدا. مش هنسلق الدبابيس ولا هنحمرها، لا هنعملها مع بعض وهنشوف الطريقة. طبعا معايا الدبابيس متنضفة، واللي عايز يعرف طريقة تنظيف الدبابيس يرجع للفيديو بتاع تنظيف الدبابيس ونشوف ازاي نضفناها. هنا اول حاجة طبعا عملتها، حطيت كمية من الزبدة، ومعايا هنا هوت بصل متقطع شرايح، حطيته طبعا لغاية ما احمرت معايا البصلة. وكنت مجهزة هنا هوت فلفل متقطع. طبعا لو عايزة تخليه سبايسي بتحطش فلفل اللي هو الحراق. لو انت عايزاه مش الصينية مش حراقة بتحطش عادي الفلفل الرومي. طبعا بتكوني توم، مجهزة توم. بنحط التوم بعد ما حطينا الفلفل. يعني احنا كده دلوقتي حطينا البصل وحطينا مع بعض الفلفل وحطينا معلقة من التوم، كل دوت. وبعد كده بنجيب الدبابيس اللي احنا منضفينها، بنحطها في التتبيلة ديت اللي احنا عملناها. البصل مع الثوم مع الفلفل الاخضر. وشوفوا هنحط بقى ايه التوابل اللي هنحطها عليها اهيت. هنا بقلبها هنا اهوت. طبعا بكون مجهزة بقى التوابل، الكمون والكزبرة والفلفل الاسود والملح. وبكون مجهزة ليمونة، بعصر عليها ليمونة اهوت. هنشوف دلوقتي هنحطها بعد ايه ما ايه اقلبها. طبعا هي بتشرب بقى من التوابل اللي انا هحطها ديت الدبابيس، وبتاخد كده ايه تشويحة كده ايه في مع البصل والفلفل والثوم والتوابل اهيت اللي انا بحطها. ادي الكزبرة والكمون والفلفل الاسود والملح. ما اقولكوش بقى على الريحة، الريحة تحفة تجنن، قلبت المكان كله. الريحة جنان جنان اهيت. هسيبها كده على النار كده اهوت بقى وايه واقلبها كويس كده. شربت بقى معايا من التتبيله اللي انا حطاها ديت. هبتدي ان انا اطلعها اهوت. طبعا بكون في الوقت دوت بكون مجهزه طماطم متقطعه قطع صغيره عشان احطها ايه مع البصل والفلفل والثوم لغايه ما تتعصج معايا. أهي. طلعتها كلها. طريقة جميلة جدا، والطريقة دي هتعجبكم قوي قوي قوي. هتجربوها، بتدي يعني بصراحة طعم تاني للدبابيس، بيبقى طعمها حلو قوي قوي قوي. او الفراخ لو عايزة تحطي صدور، لو عايزة تحطي اوراك، يعني شوفي ايه يعني ايه على حسب ايه موجود عندك. انا هنا موجود عندي دبابيس، فانا ايه متنضفة وجاهزة، فايه حطيتها ايه في الوصفة ديت. انا كده بعصر عصرت ليمونه كامله، وحطيت الطماطم من اهوت بقى ايه هتتعصج مع الفلفل والثوم والبصل اهيت. دي شكل الدبابيس بعد ما طلعناها. شايفين معايا اهيت الطماطم اهيت استوت اهي. طبعا بكون مقطعه انا اهوت البطاطس، مقطعه شرايح البطاطس بحطها اهي اهي. ورصيت الدبابيس عليها. طبعا بخليها ايه يعني ايه على النار من فوق كده اهوت، تاخد لها ايه غلوتين تلاتة كده اهوت من فوق اهي. وبعد كده هنزلها في الفرن لغاية ما تستوي ايه معايا ويحمر الوش، وهتبقى يعني ايه اهي كده على النار هي من فوق. انا لسه ما نزلتهاش.
شايفين الشكل وشايفين المنظر. انا كده دخلتها الفرن وطلعتها من الفرن اهي. ده الشكل النهائي بتاع صينيه البطاطس، تحفه تحفه روعه. والدبابيس معايا استوت، حاجه يعني كده، حاجه اخر جمال. آم، طبعا اللي عجبه الفيديو واللي عجبته الوصفة ما ينسانيش في اللايك والاشتراك في القناة. واتمنى يكون الفيديو عجبكم والوصفة عجبتكم. اتمنى اللايك يا جماعة، اللايك اللايك اللايك. واللي اول مرة يشوف قناتي يشترك في القناة، تنوروني وتدعموني. ايه رأيكم؟ طبعا هنا البطاطس مع الدبابيس مع شوية رز ابيض، حاجة يعني كده ايه تستاهل بقكم. ودي شايفين معايا الدبابيس اهيت مستوية وجميلة جدا اهيت. طبعا بالهنا والشفا. جربوها هتعجبكم جدا. طريقة جميلة وطريقة سهلة. آه بأكد عليكم تاني اللايك حبايبي، والأول مرة يشوفوا القناة يشترك في القناة. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في وصفة جديدة وفيديو جديد.